في حرب 73 والنصر العظيم ما تسجلتش ولا جريمة لا سرقة ولا خناقة على مستوى الإقسام جمهورية مصر العربية تما. كانت الضباط والأمناء قاعدة حاطة ايديها كده مستنين حد يجي يشتكي يقول يا ناس ياهو انجدوني. ما كانش فيه الكلام ده. حتى الناس اللي كانوا بيبيعوا كلنا عارفين طبعا فرقوه ببلاش من الفرحة والسعد والإيمان بمصر والوطنية. اتفرق الحاجات دي ببلاش. يعني معنى ذلك ان كنا ساعتها رجالة مؤمنين بالله وخايفين على بلدنا. تعال بقى النهاردة كده لما اقول لك واديك شايف الحرب اللي دايرة علينا من كل الاتجاهات، وان احنا مش هنحارب بقى اليهود بس وبني صهيون بس، لا ده احنا هنحارب الدنيا كلها. الناس قاعدة بتعمل ايه؟ تعالى كده شوف لي كده الناس بتعمل ايه. الرشاوي زي ما هي، ما فيش حد اتحرك. التجارة ما بين الناس وبعضيها كله عايز ينهش التاني ويحط ايده في جيبه ويطلع اللي فيه. ما فيش ايمان بالله خالص. كل ده ليه يا بشر؟ انا اقول لك كل ده ليه. لان في جماعة اتزرعت في وسطينا اسمها جماعة لبراس، جماعة حسن البنا لو كنتوا كلكم عارفينها، اللي هو اساسا يهودي. الناس اللي مش قادرة تفهم الكلام ده، اللي الراجل اللي جاب 5-6 انفار كده وقعدوا على القهوة وعملوا جماعة النهاردة بتحكم في العالم كله في كل بلاد الدنيا. الجماعة دي، هل الجماعة دي مسلمة تعرف ربنا؟ انا بقى بقول لك لا، ما يعرفوش ربنا بالاشاره. لان الناس اللي ما تخافش على اوطانها والناس اللي بتحلل الدماء دول ما يعرفوش ربنا بالاشاره، لان ربنا ما قالش كده. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا الايمان عندنا قرب يخلص. الا من رحم ربي واكثركم الفاسقون. يا ناس اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. شوفوا احنا داخلين على معمعه كبيره قوي، ربنا ينصرنا فيها يا رب العالمين، ينصرنا على اعدائنا من جوانا واعدائنا من خارجنا يا رب العالمين. كل يقول امين وكلنا ندعي يا رب النصر القريب، النصر السريع يا رب العالمين. تحياتي لكل الناس، ويا رب يهدينا ويهديكم الى الصلاح والفلاح والصراط المستقيم.